تعالوا بقى بينا نغير بقى من الأكل بتاعنا. زهقنا من اللحمة بقى وأكل اللحمة. جبت البدنجان زي ما احنا شايفين، وغسلته كويس، وهنعمل بيه طريقة حلوة وجديدة، وهنشوف هنعمل ايه. انا دلوقتي هعمل بابا غنوج. انا بحب اشويه على البوتاجاز زي ما احنا شايفين. هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكل عام وانتم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد. ربنا يجعلها سنة مبروكة علينا وعليكم وعلى أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا زي ما احنا شايفين البدنجانة اتشوت وقلبتها على الناحية التانية. خلاص اهي قشرتها، وجايب فلفل متفرز حامي على بارد، وبشرت جزراية، وعندي توم حط عليه ملح وفلفل وكمون وليمون وخل. وهنشوف هنعمل ايه بقى تاني بعد كده. وطبعا الطحينة بقى طبعا ايه بحطها على البابا غنوج. وعند الدقيق هنشوف هنعمل بيه ايه. انا بحب اقشر البدنجان بالطريقة دي، بيديله شكل حلو برضو، وفي نفس الوقت القشر طبعا بيبقى فيه ايه له فايدة. وطبعا بجيب الدقيق انا حاطه فيه ملح وكمون. طبعا الطريقة دي عشان ايه الدقيق عشان ما يشربش الزيت. والفلفل طبعا مقطعة كده ايه حلقات، انا مش مكترة في الفلفل. وعندي بطاطس مقطعة تخين شوية وهسلقها. يعني أكلة شعبية مصرية جميلة بتأكل وبتفتح النفس. أنا كده خلاص خلصت بابا غنوج زي ما انتوا شايفين الطبق. شوفوا ما شاء الله طبق جميل يتاكل لوحده كده، يعني هو يبقى غدوة كده لوحده وفيها كل الفيتامينات. جزر عايزة تحط طماطم حط كده. خلاص قالنا البدنجان بتاعنا. ولو عايزة كمان البدنجان ما يشربش زيت، ممكن ترش عليه شوية ملح وتسيبيه في مصفى كده يصفي المية بتاعته، مش هيشرب ايه زيت خالص. وقالت الفلفل، وجهزت بقى ايه الحاجة بتاعتنا. جبت صينية، حطيت فيها التومة اللي هي بالفلفل اللي انا دقاها، وحطيت عليها الزيت. انا مش عايزة الزيت يتقدح، انا حطيت عليها الزيت على طول. انا يا دوبك هدبلها كده بس ايه كام تقليبة كده. انا مش هحمر التومة خالص عشان الاكل ما يبقاش حامي. هي الاكلة دي بتأكل بصراحة عيش، وبتأكل وبتخلي الواحد يتفتح نفسه كده على الاكل. أكلة حرشة يعني، أكلة شعبية جميلة مصرية. دبلت التومة كده زي ما احنا شايفين في الزيت، وهنزل عليها بقى ايه بثلاث طماطمات كده عصراهم. انا مش هكتر برضو من الايه الطماطم. وحاطه فيها شعرة سكر، وهحط بقى ايه شوية ملح وفلفل اسمر. هسيبها تاخد وتدي مع بعضها كده مع نفسها. ما تنسيش اللايك يا حبيبتي انت وهي، يا رب يخليكم. قبل ما تتسبك جامد رصيت بقى البدنجان اللي متحمر عندنا في الصينية، وهوطي عليه النار يتشرب كده من التسبيكة الحلوة بتاعتنا.
انا ما حطيتش خل عشان ما يدينيش طعم الكشري كده. دي يعني كأنها مسقعة. وحطها بقى في الصينية. انا بشكر كل حبايبي اللي بيكتبوا لي تعليق كويس، من داخل مصر وخارج مصر. ربنا يجازيكم خير يا رب. وكل سنة وكلكم طيبين، وكل الشعوب المصرية والعربية كلها بألف خير وصحة. زي ما احنا شايفين الصينية كده خلصت. ايه رأيكم بقى؟ وعملت العيش، حمرته بعد ما حمرت البدنجان والفلفل. والله وكان طعمه تحفة تحفة، وانا باكل بيه البدنجان كان جميل جدا. اكلة كده مزاج. انا بحب بصراحة، بحب اكلة البدنجان، بحب البدنجان بكل اصنافه. وبابا غنوج اهو. والبدنجان ده انا سبته كده بدون صلصة، بدون حاجة. بس هحط عليه شوية ايه، حاجة بسيطة، خل خفيف، نقطتين كده بس خل بالثوم بس. هتقول البطاطس فين؟ كانت لسه البطاطس بتتسلق، فقلت ايه اصور بقى دي كده وخلاص. الواحد اصلا ما بيطيقش الوقفة في المطبخ بصراحة، الجو بيبقى ولعة. يا جمال الشتاء وحلاوة الشتاء. وتفضلوا معانا وبألف هنا للي هياكل. واقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.